كان يا مكان وما يحلى الكلام الا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ملخصنا النهارده يا جماعه الفيلم اجنبي تحفه من الافلام اللي هتشدك من اول لحظه لاخر لحظه. تعالوا نشوف الحكايه. طيب، بنبدا فيلمنا مع مودي وهو قاتل محترف، سمع ضرب نار في مكان. المهم دخل المكان لقى اللي فيه كلهم مقتولين زي ما انتم شايفين، ولقى البنت دي اسمها انا وهي ماسكه المسدس. هنعرف الكلام ده بعدين. المهم اخدها معاه وهربها. نرجع في الوقت الحالي اللي احنا فيه وبنعرف ان مودي وانا قتله محترفين، ولكن مش بيقبلوا غير العمليات اللي هي المستحيله اللي محدش غيرهم هيقبل بيها. وطبعا بياخدوا ملايين كتير على كده. وبنشوف في المشهد ده انها خطفت ابن اخطر رجل مافيا في العالم، والمفروض انها رايحه تتفاوض معاه على فلوس. طب ازاي يعني انت خاطفه ابن اخطر رجل في العالم عشان فلوس؟ ده كلام مش مظبوط. فالراجل نفسه مش مصدق الراجل الكبير، ولكن الغرض كان قتله هو. وبالفعل زي ما انتم شايفين هي روقته دلوقتي، وطبعا روقتهم كمان زي ما انتم شايفين بمساعدة مودي أخطر قناص في العالم. وبينزل مودي وأنا للغرفة السرية وبقول لها إنه عاوز زميلها المتخصص في اختراق الشبكات بتاع الكمبيوتر ده إن هو يدور لها على واحد، يعني يبحث له عن اسمه بس، يعني يعرف هو فين أو أي معلومات عنه. ماشي. حكاية الراجل ده اللي هو اسمه لوكاس هيز ده، من 30 سنة كان مودي واخد عملية إنه يقتل لوكاس ده، ولكن لوكاس ما ماتش ومختفي من الوقت ده، من ال 30 سنة دول. وقرر مودي في الوقت الحالي انه يدور عليه ويقتله، وهنعرف السبب بعدين. المهم اول ما كتبوا اسم لوكاس في البحث والدنيا خربت. رجعت البيت لقت مودي مقتول، مقتول شر قتل. المهم خدت الفلاشة بتاعته وهربت، راحت لصاحبها بتاع الكمبيوتر تبص عليه، ولكن شكرا للتحية لقيته مفحم. تقريبا كانوا بيعملوا كوباية شاي، وهي كمان اتعرضت للنار زي ما احنا شايفين، ولكنها هربت من الموضوع ده. ومن هنا هتبدأ رحلة البحث عن لوكاس هيز، اللي أول ما اسمه اتعرف بيموت كل اللي يسأل عنه. بتسافر فيتنام تاني وبتقابل هناك صاحبنا ده بتاع الموتوسيكلات ده. طلبت منه يعمل لها مقابلة دقيقتين بس مع شخصية مهمة جدا، أكيد عنده معلومات عن لوكاس ده تساعدها إنها تنتقم منه. وبالفعل بتقابله، ولكن ده اللي هو المفترض المحامي بتاعه يعني بيقتله زي ما انتم شايفين قبل ما ينطق بكلمة. اتاريه شغال مع مين؟ مع لوكاس. وبتحاول تهرب ولكن بيقدروا يمسكوها يا جماعة وبيقولوا لها انت وراكي مين. وبعد تعذيب بيوصل مين؟ جون ده بقى مين؟ اللي هو الايد اليمين لهايز. ماشي، بس معلم ومخضرم يا جماعة في اللعبة. ولكن في الوقت الحالي ده مش بيوصل معاها، يعني جون مش بيوصل معاها لأي معلومات. فبيقول لهم أنا عاوزها سليمة، محدش يضربها، دي مش هتيجي بالضرب. ولكن الغبي ده يسكت؟ لا، ما هو غبي. المهم قام باعت لها الأربعة دول، دخلوا جوه. المهم ان هي روقتهم وهربت منهم. وهنا هتبدأ أحداث تانية مشوقة في الفيلم. تعالوا يلا نكمل، تعالوا. المهم انها عرفت ان لوكاس ده موجود فين؟ في مستشفى امراض عقليه من زمان، يعني ولا بيهش ولا بينش يعني. فعرفت المقصود مش لوكاس نفسه، ولكن اللي وراه. مين اللي بيمول لوكاس، او مين اللي بيصرف عليه، او مين اللي مش عاوز اسمه يجي في اي لعبه؟ اتاري هايز اللي هو ابوه. المهم هي في المستشفى بيكلمها جون وبيقول لها انها مش وبتقول له انها مش هتسكت غير لما تلاقي الراس الكبير عشان تنتقم لموت مودي. وهي بقى عندها معلومات كتير دلوقتي. طبعا هايز الكبير كان مرعوب، قاعد في المكتب مرعوب زي ما هو، يعني بيقول له حتى يعني هل علي ان اقلق؟ يعني انا اقلق يا جون ولا ايه؟ انت سايبني كده مرعوب، انا خلاص هطرطر على نفسي. كان هايز ده بيرتب لحفلة كبيرة جدا هيجي فيها ناس كبيرة واغنياء. والحفلة المفترض انها في مكان معزول صعب حد جدا جدا يدخله، يعني الحماية كتير جدا. المهم بتروح انا للمحامي الغبي ده وبتروقه زي ما احنا شايفين، بتعمل فيه زي ما هو عمل فيها، وبتعرف منه معلومات كتير عن هايز بقى وعن الحفلة. ولكن جون بيوصل فين؟ بيوصل في الوقت الصعب ده يا جماعة، وبيحصل بينهم ضرب وحب في نفس الوقت. وبعد ما يتعاركوا ويهيصوا برضو ومحدش يقتل التاني في الوقت ده. قتلة، بس ايه بقى؟ عندهم مبدأ، يعني لازم الضرب في الميدان. المهم وهي نازلة بتاخد لها طلقة منين؟ من واحد تاني. وتخيلوا مين اللي ينقذها؟ انه مودي يا جماعة. ايوه مودي ما ماتش، ما ماتش يا رجالة. وبدأ يحكي لها ويقول لها انا مش هموت بالطريقة السهلة دي. انا المهم ادي اللي حصل، هو اللي كان داخل وانا اللي كنت مستخبي ولطشته، وبعدين شوهت صورته عشان تحسوا ان انا اللي مت. نروح للحفلة اللي عاملها هايز ونشوف الترتيبات.
وهنا بقى هنخش في ايه احداث النهايه بقى، وتبدا النهايه ويدخلوا الحفله ضمن العمال، هي لبست لبس اللي بتوزع خمره وبتاع، في حين ان الدنيا كلها امن. As well as quite a few unfamiliar. وبتحاول تقتل هايز، ولكن جون بيلحقها ويضربها بالنار في ايه في كتفها، وبيدور عليها ما بين الاشجار، في حين ان مودي قاعد مع هايز هناك عمال يأنبه قبل ما يقتله، يعني مش هيقتله بس وخلاص كده، لازم يأنبه الاول يعني ويعرفه الكلام، فكلام كتير احنا ايه ملناش دعوه بيه عشان ننهي الموضوع. فقبل ما جون يضرب انا في الحته دي، بيقول لها يعني ازاي يعني كان سهل جدا ان انت تقتلي هايز ده في قلب الحفله جوه، يعني انت يعني ما بتخيبش، يعني الضربه بتاعتك ما بتخيبش. فقالت له هذه لم تكن الخطه، يا حسرتك يا جون، وهذا مودي يفجر المكان باللي فيه. وهنا بتنتهي الحته بتاعت الانتقام. في الحتة دي بنشوف إن أنا كانت عيلتها تعرضت للقتل بطريقة وحشية على يد مجموعة مرتزقة من فيتنام، وهي بالطبع قامت وانتقمت منهم بطريقة وحشية زي ما هم عملوا في عيلتها. وهنا بتنتهي القصة بتاعتنا، ولو خلصتوا وفضلت معايا يا ريت ما تنسانيش بلايك واشتراك. ماشي يا باشا خلاص، هقول اكشن مش عاوز صوت ها، ولما اقول اكشن يا نادر تيجي وتخش، بس هقول لك اديني بس اديني فرصة 3 4 ثواني كده ولا 5 ثواني اجيب وش جمال وهو قاعد بالمنظر ده. ابعد يا معاذ بقى هصور، يلا ها اكشن. مساء الخير يا معلم. مساء الزفت. ليه بس كده يا معلم؟ هتسيب البلد ولا ليالي هتسيبها؟ استنى يا عم قط يا عم الواد يا ابني، انت انا قلت لكم ايه يا حبيبي؟ صحيح كورونا هو ده جوه، هو جوه في البيت يلا صح؟ جوه في البيت ها؟ فعلا ايوه هيبان قوي. هو هيبان. طب انت انا واحد يعني شغل اجرام بقى. المشكلة القعدة هنا حلوة بصراحة. القعدة هنا فجرة. هو الشط هيبقى جامد هيبقى جامد. ما انت ممكن يعدي في حته يا باشا بص